النهارده اتحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك وولديه بتثبيت الحكم عليهم 3 سنين بالسجن وتغريمهم 147 مليون جنيه فيما عرف بقضية القصور الرئاسية. والخبر ده بيعني زي ما قرينا في التحليلات ان ربنا يديله طولة العمر الرئيس مبارك، انه لما يموت ما يتعملوش جنازة عسكرية، وانه النياشين والحاجات اللي عنده دي مش هياخد عليها، كان بياخد عليها تقريبا شهريا 96,000 جنيه، مش هياخد عليها ده، وهو ولا اولاده لمدة 6 سنين يبقوا فاقدين الثقة والاعتبار لانها جريمة مخلة بالشرف، فما يترشحوش ولا ليهم حق التصويت ولا ليهم حق الترشيح. هذا ما قضت به المحكمة، وهو كلام على رأسنا من فوق، ولا تعليق على أحكام القضاء. ولكن بعيدا عن أحكام القضاء عندي 3 ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الرجل ظلم كثيرا جدا. 2 أن هذا الرجل كانت هناك وديعة ب9 مليار دولار باسمه الشخصي، وكان عنده شوية عدة ملايين من الدولارات باسمه. 9 ملايين دولار فيما عرف بمنحة الخليج أيام حرب الخليج باسمه، وكان فيها شوية ملايين من الدولارات باسم بتاعت مكتبة الإسكندرية باسمه، ما نقصوش مليم واحد، رغم كل ما قيل عن حسني مبارك. وأنا على فكرة أنا مش من رجالة حسني مبارك، ولا كنت بتوع حسني مبارك، وأيام حسني مبارك كنت محطوط في البلاك ليست في كل حاجة عن خلال الأمن برضو. يعني أي منصب أي حاجة أقول لك لا ده مش معانا، رغم إن أنا مش ضدهم، بس مش معانا، مش إمعة، مش بتاع الأمن، مش عضو في الأعضاء، مش من اللي بيكتبوا تقارير. فأنا ما كنتش بتاع حسني مبارك ولا حاجة خالص يعني. وحضراتكم ارجعوا لكل اللي كتبته وقلته، إنما الرجل ده يستحق إن الكلام ده يتقال عليه. 9 مليار دولار محطوطين باسمه ما خدش منهم مليم، عدة ملايين من الدولارات محطوطين باسم مكتبة الإسكندرية ما خدش منهم ولا مليم، القصور دي كلها فيها تحف وفيها حاجات بمليارات. هيروح حسني مبارك ياخد شوية اسمنت وحنفيات وبانيوهات؟ ايه المنطق ده؟ أنا بتكلم ده بعيد عن أحكام القضاء. أما الملاحظة الثالثة، إذا كانت في قضية رشوة، حسني مبارك كان قاعد متفرغ يجيب المقاول يقعد يرشيه عشان ياخد منه مش عارف كام 22 مليون جنيه. طيب اللي بنى الكلام ده مين؟ واللي عمل الكلام ده مين؟ المقاولين العرب. يبقى أكبر رأس في المقاولين العرب كان اسمه اتحط في الورق، ما اتحطش اسمه في الورق. فالحقيقة أنا عارف إن الكلام ده يعني محدش هيقوله، ويقول لك يا عم أنا مالي، ابعد بنفسك بعيد عن المسألة دي. إنما لأ، كلمة الحق اللي بتوجع لأ. وسيبكم من كل الكلام بقى إنه خد ملايين وخد 70 مليار وعنده 70 مليار و80 مليار. يعني مش هنحترم نفسنا يا جماعة لو قعدنا نردد كلام كاذب. ولكن في النهاية أحكام القضاء فوق دماغنا. الحقيقة كمان